والله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب تعالى معايا قصة سيدنا موسى. تتخيل ان سيدنا موسى اللي عايش هناك في البلد دي مصر هيتجوز بنت سيدنا شعيب اللي عايشه هناك في مدين؟ ده منين؟ لا يعني مثلا حد ساكن في مصر الجديده ازاي هيتجوز واحده من اسوان؟ ربنا المدبر، ارح نفسك من التدبير. فسيدنا موسى يبقى بيفض خناقه فيزق واحد غصب عنه فيقع يموت فيها، يجروا وراه يطلع للبلد اللي هناك يجري. هم فضلوا يجروا 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 لغايه ما وصل للبلد دي. ايوه ما عشان ربنا اللي مدبر وشايف بنت شعيب اللي النبي بقاله سنين بيربيها دي زوجتك يا موسى، وشايف سيدنا موسى اللي نفسيته وهيصطفى نبي ودي مناسب تبقى مراته عشان تكمل معاه الرحله. الرؤيه الشامله دي لا ده بتاعت ربنا بقى، بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. فلو سمحت انت ما تعرفش تشيل الشيله دي. شيله ايه؟ شيله تدبير الروح والقلب لرزقك هيجي منين. انت دورك السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. فسيدك وسيدي ابن عطاء الله بيقول ارح نفسك، يعني ارح قلبك. اعمل ايه؟ اصحى الصبح في الميعاد، انزل اسعى روح. عايز العيال يطلعوا طيبين، انصح وجه بحب. كونكشن بيفور كوركشن، كونكت قبل ما تكوركت، خلي العلاقه بينكم حلوه قبل ما تقعد تعدل عليهم. عايز الناس تحبك خليك جدع واسعى لخدمه الخلق ومسامحه الخلق والوفاء بالوعد. سعي 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 اللي عليك. اما بقى هيقولوا عليا ايه من ظهري، ولا ربنا هيوصل لي قرش ولا 100 قرش، هعيا وهموت ولا هبقى صحيح واعيش، الشيله دي تقيله على قلبك. سيب ربك اللي بكل شيء محيط وبكل شيء عليم وفوق كل شيء قاهر، سيبه هو اللي يوصل لك ده، وانت ركز بس في سعيك. ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به انت لنفسك. سعي 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 اللي عليك. اما بقى هيقولوا عليا ايه من ظهري، ولا ربنا هيوصل لي قرش ولا 100 قرش، هعيا وهموت ولا هبقى صحيح واعيش، الشيله دي تقيله على قلبك. سيب ربك اللي بكل شيء محيط وبكل شيء عليم وفوق كل شيء قاهر، سيبه هو اللي يوصل لك ده، وانت ركز بس في سعيك. ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به انت لنفسك.